وبينما هي قاعدة يم القبر وجا تغسل القبر بمي الورد، حست انه اكو شخص اجا يمشي وقف وراها. طبعا كان ببالها انه هذا احد الدفانين او ناس جايين على قبر اهاليهم، ومن افترت حتى تشوف منو هذا الشخص انصدمت انه اللي وراها نفس هالمرة العجوز الغريبة. تقول المرة قمت على حيلي وأنا مصدومة، وقلت لها أنت منو وشنو قصتك؟ ليش وين ما أروح أشوفك؟ بيوم دفنة زوجي كنت موجودة، وبيوم السابع لقيتك بنص بيتنا، وهسه لاحقتني بهذا الليل هنا. أنت منو وش تردين من عندي؟ تقول المرة كان هاي العجوز تضحك بصوت كلش غريب، وتقول لي ليش ما عرفتيني؟ أنا مو بشر نفسكم، أنا جن. تقول المرة ركضت بكل سرعتي منها وظليت أركض بالمقبرة وأصيح أريد بس أحد يسمعني أو يساعدني. وأنا أركض بالليل وبنص المقابر فجأة إجا طير أسود كلش ضخم وضربني بجناحاته على عيوني، وبسبب الضربة مالته فقدت الوعي ووقعت بالقاع، وبعدها ما أدري شنو صار. ورا فترة قصيرة فاتوا عائلة كانوا يم قبر أحد أقاربهم، وانصدموا من شافوا هاي المرة واقعة بالقاع وفاقدة الوعي، وبسرعة نزلوا ولدهم وشالوا المرة ونقلوها بالسيارة للمستشفى. وبقت تقريبا أسبوع كامل هي بغيبوبة، فإجوا أهلها ونقلوها من محافظة النجف إلى مستشفى بغداد. وبعد أسبوع رجع الوعي لهاي المرة وسولفت لأهلها ولولدها عن الشي اللي صار وياها، وقالت لهم اللي سوى بيا هيج هي نفسها المرة العجوز اللي لقيناها واحنا ندفن أبوكم.